السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. الوصفه ديال اليوم ميني بسطيلات غادي نديرهم بالدجاج، وغنوريكم طريقه زوينه بها غادي طيبوا الدجاج، تقدروا تعمروا به حتى لي ساندويتش. ونفس التوابل العطريه اللي درت، المكونات اللي درت مع الدجاج تقدروا ديروهم مع الحوت، يعني كيجيو زوينين حتى مع الحوت. خديت واحد المقله درت فيها زيت زيتون، انا كنطيب زيت زيتون. كاين اللي كيخلط. درت طريفات ديال الدجاج، سترت الدجاج، شويه ديال الملحه، شويه البزار، شويه ديال الكمون، وشي شويه ديال الثومه بودر. هذه كتبقى اختياريه الا بغيتو ديروها. ورق الغار حنا كنقولوا ليه ورق سيدنا موسى اولا الرند. وغادي ندير واحد الفص ديال الثومه كتبنن الماكله. داك علاش قلت لكم الثومه بودر كتبقى اختياريه. صافي كنشحرهم. انا زدت هنا واحد الطريف ديال الحامض، زيدو حتى هو كيعطي واحد البنه، واحد المذاق زوين للدجاج. صافي كنبقى كنقلي فيهم على عافيه مهيله. تقدروا تزيدوا شي شويه ديال الماء الا خفتو يتحرق لكم، راه كيجي واعر ما تشبعوش منه. في نفس المقلانيت بدوك دوك التوابل، ديك المريقه اللي بقات، غادي ندير بصله وحده كبيره تكون مشلضه، دوزوها في لاشوار اللي عندكم. انا زدت هنا شي شويه ديال الزيت مازال، لان راكم عارفين البسطيله كتبغي الزيت. وداك الدجاج كنخليه حتى كيبرد، وكنبدا كنفرتو بيديا. سينو تقدروا تفرتوه بالهاشوار، غير هو الهاشوار ردوا البال، بقاو تطلقوا وتحيدوا يديكم، طلقوا الهاشوار وحيدوا يديكم، ما تطلقوش عليه دقه واحده لانه غادي يتفرتت ما يبقاش يبان. حنا بغينا يكون طريفات باينين. صافي في التالي وليت كملت غير بالمقص. نتوما تقدروا تحطوه فوق شي قطعه وتقردوه، المهم يكونوا طريفات اللي نوعا ما باينين كيف ما كتشوفوا في الفيديو، يكونوا صغار وباينين. ونفس الشيء يعني تقدروا ديروا الحوت، طيبوه بوحدو في هاد العطريه اللي قلت لكم، غير تحيدوا ما ديروش الكمون. صافي كنخوي داك الدجاج على البصله من بعد ما تسلات مزيان، يعني تولي اللون ديالها ذهبي غامق. صافي كنزيد هذاك الدجاج وكنشحرو مع البصله باش كيشرب ديك البنه ديال البصله. دابا غادي نزيد الزيتون الخضر يكون مقطع ما باينش، وضروري من واحد نص حامضه مصيره كتعطي واحد المذاق واعر. شي شويه ديال الكيتشوب، يعني نص معلقه صغيره ديال لا موطارد، تقدروا تعوضوه بالعصير ديال الحامض، وشي شويه ديال صوص صوجا، وتقريبا واحد معلقه كبيره ديال شامبينيون مقطع. درت شويه الهريسه، التوابل ديال الحوت الا كاينين، شويه ديال السكرجبير، شويه ديال البزار. وغادي ندير صوص طوماط ما يقارب معلقه كبيره ونص ديال صوص طوماط. علاش؟ غير باش كتعطينا هذاك اللون زوين، لاننا ما درناش التحميره. صافي كنشحر هذوك المكونات كاملين مع بعضهم حتى كيتشحروا وكيشربوا لينا البنه ديال دوك العطريه اللي درنا. انا كنديرها بعض المرات غير في ساندويتش كتجي زوينه، اولا كندير عليها غير ديك الشعريه الصينيه وكنبدا ناكلها بمعلقه، والله ما تشبعوا منها زعما ما تحتاجوش كاع تعمروا بها البسطيله. صافي كندير الشعريه الصينيه من بعد ما رقدتها في الماء طايب 8 ديال الدقائق. وراه شحال ما رقدتوها راه مزيان، يعني اللي قال لكم لا غير 8 ديال الدقائق راه غتعجب، بالعكس راه شحال ما طابت. انا راه فاش كنديرها مع المكونات الاخرين كنزيد نطيبها واحد 10 ديال الدقائق اخرى حتى كتولي ديك الشعريه رطبه. انا ما كنحمش صراحه ناكلها وهي قاصحه، ما كتعجبنيش. صافي وكنديرها في واحد الطبسيل هكايا كبير باش كتبرد لينا، ما تعمروش بها الورقه البسطيله وهي باقا سخونه لان غادي تقطع. صافي دابا غادي نبداو نعمرو. انا ماما هي اللي كانت كتعمر، مره كندخلها معايا كنقول لها سيدي نشطو مجموعين، والله الا كنشطو كندوزو وقيته زوينه، كنصورو نضحكو مره بحال هكا، ديروا بحال هكا مع امواتكم، لا كدوزو وقيته زوين، انا بعدا كيعجبني الحال. صافي المهم كنديروهم صغار. انا كنت كنعمر في هذه الجهه وهي كتعمر في هذه الجهه. المهم دارت الورقه الاولى دهنتها بزيت مزيان، درت وحده اخرى صغيره لتحت باش ما تقطعش. صافي ودرت هذيك الحشوه وسدات عليها، ما تكثرش الحشوه بزاف باش ما تقطعش. صافي ملي كملناهم كاملين دهناهم بشويه ديال الزيت مع صوص صوجا باش كيعطيونا داك اللون زوين. علاش دهناهم؟ لانه غادي نديرو داك التفرتيت ديال الورقه البسطيله اللي بقات لينا، ما بغيناش تضيع، ما بغيناش نلوحوها، قطعناها صغيره ودرناها من الفوق. داكشي باش درنا الزيت وصوص صوجا من الفوق. الا ما كنتوش غديروا عليهم حتى شي حاجه، كنتو غتزوقوهم بحاجه اخرى، مثلا طريفات ديال الحامض اولا طريفات ديال الفرماج، اولا تخويو عليهم غير فرماج حمر من الفوق، ما يحتاجش تدهنوهم.
وكيف ما تقدروا ديروا بسطيله كبيره وتهنيو راسكم. الا ما فيكمش اللي يدير هاد البسيطيلات الصغار هو كيجيو زوينين. صافي كندخلوهم للفران، نقصوا العافيه، ما تزيدوش عليهم العافيه باش يلقاو يتحمروا تلقى تحمر ديك الورقه من الداخل وما تجيكمش معجنه. صافي كيجيو بحال هكا، كيجيو مقرمشين، الحشوه واعره، ما نعاودش لكم، جربوها وردوا عليا، ما غاديش نشكر عليكم اكثر من هكا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا معايا، ونكون كنوصل لكم الفكره مزيان. نشوفكم الفيديو الجاي وبالصحه والراحه.